أنا لا أوافق هذه العبارة. هذه العبارة أنا لا أوافق عليها، وهي شائعة بين الناس. أي عبارة التي أنا لا أوافق عليها؟ أخشى تخرجون تقولون عني ما لم أقل، هذا يحصل. أنا لا أوافق على عبارة أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. هذه عبارة عندي خطأ، والصوابها أن الشريعة مصلحة لكل زمان ومكان. قولك أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان لا يحصر الإصلاح في الشريعة، وإنما هي كسائر الأشياء الأخرى، قد يوجد غيرها صالح. أما قولك هي فقط المصلحة لكل زمان ومكان اختلف الحال. فالشريعة ليست صالحة، هي مصلحة لكل زمان ومكان، بس من يفصل لنا هذا الإصلاح لا يقدر عليه إلا كبار العلماء، الدعاة والخطباء والوعاظ جزاهم الله خير، أطلقوا هذا العموم. تفصيل هذا العموم لا يقدر عليه أحد. ضياء الحق في باكستان لما أراد يحكم الشريعة استدعى شيخنا الزرقاء، كان يدرسنا في ذاك الحين سنة 1983، وغاب عنا أكثر من أسبوع بقليل، حوالي 10 أيام، وطلب منه أن يضع قانونا مأخوذا من الشريعة. ثم جاء قال لنا، والله أذكر كلام الشيخ الزرقاء رحمه الله، قال: يا أبنائي، هذا رجل صالح ادعوا الله له، أظن أن عمره قصير. ويقول هكذا: ما مضى أسبوع إلا وقد أخبرنا بأنه تفجرت طائرته وهو في الطائرة في السماء.